احنا نركن الكحك والبسكوت والبوتيفور على جنب، ونركز بقى مع القرص الفلاحي بالسمنة البلدي، لان مهدور حقها اول يومين دول. هنعرف ازاي القرص تبقى معانا طرية لغاية اخر قرصة في الكمية بتاعتنا، وازاي العجوة ما تنشفش مننا في الفرن بكل تركاتها وحركاتها. هنعرف كل ده في الفيديو، بس قبل ما نبدأ انا معاكم من مطبخ عامر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتعملوا لي اشتراك للقناة. نصلي على النبي. دي مكونات: كيلو دقيق واحد، معايا كيلو من الدقيق، هياخد كوباية ونص من السمنة، عليها ربع كوباية من الزيت. نخلي بالنا ان احنا مستخدمين سمنة مش زبدة. لو عندك زبدة فلاحي لازم تسيحيها الاول وبعد كده تستخدميها كسمنة. كوباية بقى من اللبن الرايب، ونص كوباية من السكر. لبن رايب يا جماعة، مش لبن اللي هو الحليب. ومعايا كوباية من المية، ودي اللي هي السوائل. بالنسبة بقى للمواد الجافة، فانا معايا كيس من لبن البودرة، كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، وكيس من الخميرة الفورية. خلاص، هنبدأ بقى اهم خطوة في القرص، وهي سر ان القرصة تبقى طالعة معانا طرية، وفي نفس الوقت مش اللي هي طرية كأنك بتاكلي فينو، لا خالص. مش عارفة اوصفها لكم، بس اكيد اللي عارفين القرص الفلاحي فاهمين قصدي ايه. هحط الاول كيس اللبن النيدو مع الدقيق، وبعد كده هنزل بالسمنة والزيت بتوعي زي ما قلنا كوباية ونص. وزي ما قلت برضو اكدت ان انتي ما ينفعش تستخدمي الزبدة كده، لان الزبدة فيها نسبة مية. خلاص، فما ينفعش نبس بيها الدقيق كده وهي زبدة، لازم تتسيح الاول. بس بقى الدقيق يعني هندعك السمن في الدقيق كده كويس قوي، لغاية ما احس ان كل ذرة دقيق اتشربت من السمنة بتاعتي وبقت عاملة زي الرملة المبلولة. بصوا لما تيجي تمسكيها كده اهو في بعضها، هتلاقيها مسكت في بعض زي ما انا بوريكم دلوقتي اهو. كده تمام. خلاص، نبدأ بقى ننزل بالمواد السائلة بتاعتي. كوباية من اللبن الرايب، وانا هاخد ربعها هنا، وربع برضو كوباية من المية. هفضي فيهم كيس خميرة فورية لكل كيلو دقيق. هقلبهم كويس وانزل بيهم على الدقيق بتاعي. ونص كوباية من السكر، ما تكتريش سكر عن كده. وبعد كده هنزل بباقي الكوباية بتاعة اللبن الرايب. عايزة تستبدلي اللبن الرايب ممكن تستبدليه بالزبادي، بس مش علبة، هتبقى كوباية برضو. وحطينا كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف. ومعايا بقى باقي كوباية المية، هبدأ انزل بيها تدريجي ونعجن كويس قوي. هعجن لغاية ايه؟ لغاية ما العجينة تنعم معايا، ما يبقاش فيه اي عجين في البولة اللي انت بتعجني فيها. خلاص، طبعا سر العجينة هنا هي العجن الكويس. بصوا العجينة نعمت خالص وبقت طرية. هناخد منها كورة ما شققتش معانا وبقت تمام، يبقى زي الفل. ده بقى تكنيك بيخلي برضو العجينة تتظبط معانا اكتر. اللي هو زي ما انتوا شايفين كده، بتثبتوا العجينة وتفضلوا تفردوا فيها وتلموها، تفردي فيها وتلميها. اهم حاجة انك تخدمي العجين يديكي نتيجة كويسة. خلاص كده هي تمام. هنغطيها بقى بستريتش راب او اي كيس عندنا، ونسيبها في مكان دافي تخمر وتضاعف حجمها. كده هي خمرت اهي وتضاعف حجمها جدا ما شاء الله زي ما انا بوريكم. هبدأ بقى اطلعها من البولة بتاعتي، وبرضو اديها عجنة بسيطة كده، احطها برضو وافردها والمها وافردها والمها عشان اشتغل فيها، عشان اي مادة دهنية الدقيق طردها هندخلها تاني في العجين. خلاص كده هبدأ بقى اعملها زي الرول كده، ودي طريقة سهلة شوية في التقسيم يعني، عشان احاول اطلع حجم الكرة بتاع كل قرصة تقريبا شبه متساوي، ما يبقاش طالع معانا احجام خرافية كده. خلاص اهو قطعتها بالشكل ده، وكل بقى قطعة من دول هقسمها ل3، عشان انا عايزة حجم القرصة يبقى يعني ولا صغير قوي ولا كبير قوي، في الحلو كده. عايزة بقى تعمليها سادة براحتك. انا بقى هنا مكورة عجوة ناعمة خالص اهي، وحطلها معلقة من السمنة عشان ما تنشفش مني في الفرن. كورتها، وياريت ما نكترش العجوة عشان ما تبقاش كتيرة على العجينة.
اهو كده، ونبدأ نديها تبطيطة كده بسيطة. خلي بالنا ما نخليهاش عالية قوي وما تبططيهاش قوي، بحيث ان هي اما تستوي تنشف منك قوي وتتحرق وتبقى يعني ما فيهاش حاجة تتاكل. خلاص، فالارتفاع ده حلو جدا. خلصي بقى الكمية بتاعتك كلها، ونيجي لخطوتين اهم بقى يعني من اي حاجة. ايه هما؟ اللي هي الخطوة دي، ان انت لازم تخرمي القرص بتاعتك بالشوكة وتسيبيها تخمر تاني نص ساعة، او ترتاح كده يعني نص ساعة. خلي بالك اوعي تنسي خطوة تخريم بالشوكة دي، لانها هترتفع منك اوي وتبقى كأنك بتخبزي عيش. خلاص، لازم نخرمها بالشوكة. طيب، طريقة التسوية بقى، الفرن يكون متسخن قبل ما ندخل القرص طبعا بحوالي ربع ساعة او تلت ساعة على درجة حرارة 200. هي تدخل على الرف الوسطاني. هدخلها على درجة حرارة 180، تقعد حوالي 8 دقايق على 180، وبعد كده أهدي النار عليها خالص لغاية ما تاخد لون من تحت كده ذهبي. بعد كده لو محتاجة أولع عليها الشواية تمام، ما احتاجتش وخدت اللون لوحدها يبقى زي الفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.